قالت تقارير إعلامية مصرية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواجد ضمن قائمة الشخصيات التي يستضيفها البرنامج الرمضاني للفنان المصري رامز جلال. وذكرت صحيفة اليوم السابع أن برنامج الفنان رامز جلال لرمضان 2023 سيحمل عنوان رامز نيفر أند، وسيبث بعد أذان المغرب والإفطار طوال شهر رمضان الكريم. وأكدت الصحيفة المصرية أنه سيتم استضافة العديد من الشخصيات الرياضية والفنية والإعلامية في برنامج رامز، وفي مقدمة الأسماء المتداولة النجم كريستيانو رونالدو، في انتظار الإعلان الرسمي عن قائمة الشخصيات التي استضافها البرنامج. وإلى جانب رونالدو، تحمل قائمة ضيوف البرنامج المتداولة عدة شخصيات مصرية، من بينها الفنانة ياسمين صبري، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، والإعلامية ياسمين عز، والفنانة نسرين أمين، والحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، وغيرهم من الأسماء. وكان رامز جلال قد شارك في وقت سابق البوستر الرسمي لبرنامجه الجديد رامز نيفر أند، حيث ظهر بشعر باللون الأصفر الذهبي، كما ظهر وهو ممسك بسلاح في يد وبالأخرى فانوس، ويطير في الهواء، وبجانبه شخصا يسقط من الأعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب.